السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديدة من برنامجنا مثل ما وعدناكم اليوم، اللي راح نتكلم فيه عن التربية الإيجابية للطفل، اللي هي حاجة مهمة جدا جدا تساعدك اليوم عشان يصير عندك حياة أجمل من خلال شوفتك لابنك وانت عم تربيه بطريقة إيجابية، تبني الشخصية الإيجابية، تبنيه شخصية خالية من الأمراض النفسية وخالية من المشاكل النفسية اللي كثير بتسببها أحيانا البرمجة الخاطئة، وخاصة عند الأبوين اللي بتكون بنية وقصد إيجابي، لكن أحيانا تحدث بعض الأخطاء في سوء التصرفات، سوء السلوكيات اللي تبرمج الطفل على طريقة خاطئة. اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن هاي السلوكيات والتقنيات اللي ممكن تساعدك إنه أنت تحمي نفسك وتحمي ابنك من المشاكل السلبية ومن بناء الشخصية بطريقة خاطئة في كثير من الأحيان. لذلك كونوا معنا أعزائي المشاهدين حتى نتابع مع بعضنا حلقتنا اليوم ونشوف الأشياء اللي راح تستفيد منها بشكل كبير جدا إن شاء الله. عزيزي المشاهد، أبنائنا عادة ما بينولدوا على الفطرة السليمة وبيكونوا عادة خالين من الأمراض النفسية والمشاكل النفسية اللي أنت بتشوفها مع الزمن متكونة في شخصياتهم، اللي تكونت من خلال البرمجة اللي تكلمنا عنها خاطئة، واللي بتصير مثل ما قلنا بنية إيجابية أحيانا عند الأب والأم. لذلك بيتبرمج الطفل في برمجة بطريقة إرادية وطريقة أحيانا لا إرادية من خلال الأبوين، وهذا الشيء من خلال الأشياء اللي أحيانا إحنا كآباء نفرضها على أبنائنا، كأنه نفرض عليهم بعض القناعات وبعض الأفكار اللي عندنا إحنا، وبنحبهم إنه يعيشوا بنفس الطريقة اللي إحنا نعيشها ونفس الطريقة اللي إحنا بنفكر فيها، ويعيشوا بنفس القناعات اللي عندنا. وهذا الشيء اللي حذر منه سيدنا علي بن أبي طالب لما قال: لا تربوا أبناءكم على ما أنتم عليه فقد ولدوا لزمان غير زمانكم. وبالتالي دائما بنحاول انه نربي ابننا بنفس طريقة التفكير تبعنا اللي عشناها قبل سنين، 10 سنين او 15 سنة، ولكن هو اليوم في زمن مختلف عن زمننا، يحتاج الى طريقة قناعات جديدة ويحتاج الى انه هو يواكب العصر، فلذلك نضغط عليه حتى يغير الافكار هاي وتكون افكاره مثل افكارنا. وانا هون بسميه العنف البرمجي، اللي هو عنف أقوى وأقسى على الطفل من العنف الجسدي أحيانا، لأنه العنف الجسدي أحيانا ممكن يزول عادي، يعني يصير مؤقت ويزول، لكن العنف البرمجي راح يصير عبارة عن قناعات وأفكار عند هذا الطفل وتكبر معه وتكون عادات عنده وتكون سلوكيات تكون شخصيته اللي فيها مشاكل نفسية كبيرة. من هون نحن اليوم طالما صار عندنا قدرة وعارفين انه البرمجة بتصير عن طريقنا نحن، واحيانا بطريقة لا ارادية واحيانا بطريقة ارادية، اذا انت اليوم عندك كأب وكأم قدرة انك تبرمج ابنك بالطريقة الصحيحة، ونستخدم تقنيات واستراتيجيات تساعدك على برمجته بطريقة صحيحة تحمي شخصيته وتؤدي فيه إلى أنه تكون شخصيته قوية، ما يكون عنده ضعف في الشخصية، عنده ثقة بالنفس، يكون مبادر ويكون قائد لنفسه في حياته، ويكون إنسان مؤثر إيجابيا في المجتمع، وتشوفوا إن شاء الله من الناجحين. هي تقنيات بسيطة رح نشوفها مع بعضنا إن شاء الله في قسم الأخير من حلقتنا اليوم عن التربية الإيجابية. الحلقة الأولى رح يكون إن شاء الله عندنا حلقتين اليوم وبكرة إن شاء الله، لأنه موضوع كبير ويحتاج منا إلى وقت طويل وأطول حتى من حلقتين، لكن رح نحاول نختصر ونعطيكم جزء بسيط اليوم كمفتاح، ولكن إن شاء الله في حلقات جاية ممكن يكون إن توسع أكثر فيه. لذلك عزيزي المشاهد، اليوم رح نشوف بعض الاستراتيجيات البسيطة واللي أنت تشوفها من خلالها تقدر تبرمج ابنك بإذن الله بطريقة صحيحة. لكن البرمجة كيف بتصير؟ وإمتى الأوقات المناسبة بالنسبة للبرمجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أنه علموا أولادكم وهم يلعبون، وهذا بعد ما أنا تعلمت البرمجة أيقنت وفهمت شو معنى هذا الحديث. علموا أولادكم وهم يلعبون. أثناء الطفل لما يكون عم يلعب الطفل بيكون مشاعره إيجابية، عنده مشاعر الفرح، مشاعر السعادة والضحك وإلى آخره. هاي المشاعر كلها تؤدي إلى تحفيز الدماغ على أنه يفرز الدوبامين اللي هو يسمى هرمون السعادة، اللي بيضاعف من نشاط الدماغ ويضاعف من النشاط عند الطفل وحماسه ويضاعف من درجة الذكاء تبعه، بالإضافة إلى 17% قدرته على الاستيعاب تزداد بسبب الضحك. وهذا الشيء يجعل من السهل جدا علينا برمجته على الأشياء اللي نحن بنحب نبرمجوا عليها مع الزمن إن شاء الله. لذلك علموا أولادكم وهم يلعبون كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الآن بالعواطف الحادة هاي البرمجة بتصير وقت اللي أنت بتحب تبني حاجة عند ابنك، سلوك جديد أو عادة جديدة، من خلال عواطفه الحادة اللي أنت بتشوفها. بهاي الطريقة ممكن تعطيه بعض المسجات ككلام، أو ممكن تعمل بعض السلوكيات اللي هي تتبرمج عنده. اليوم إن شاء الله في حلقتنا أو في قسمنا الأخير رح نتكلم عن بعض استراتيجيات اللي هي تصير بالبرمجة من خلال الكلام
أو السلوكيات، بتمنى أنه أنت تسجلهم، تحفظهم، حتى تبدأ من اليوم تطبقهم، وراح تشوف إن شاء الله خلال فترة بسيطة لو مارستهم لمدة 21 يوم مع ابنك راح تلاقي فرق كبير في سلوكياته، وراح تلاقي الإيجابية اللي أنت زرعتها اليوم إن شاء الله. عزيزي المشاهد، مثل ما اتفقنا بالأول راح نتكلم اليوم عن السلوكيات والكلام اللي أنت ممكن تستخدمه حتى تبرمج عند طفلك برمجة إيجابية وتربية إيجابية تبني من خلالها الشخصية اللي أنت إن شاء الله تفتخر فيها بكرة، وتكون خالية من الأمراض النفسية والمشاكل النفسية والذهنية في كثير من الأحيان. البرمجة في الكلام مثلا تستطيع أنك تستخدم معه كثير من الكلمات، مثل أنك تقول له أنت رائع، أنا فخور بيك، تقول له أنا مثلا بشكر ربي على هاي الهدية اللي أهداني إياها اللي هي أنت، أنا سعيد جدا بوجودك في حياتي. هذا الشيء راح يخليه دائما عنده تحفيز، وراح تخليه يحس بقيمته ويحس بشخصيته أمامك وبأهميته في حياتك، وبالتالي دائما يبحث على الطرق اللي هو يكون قد هاي المسؤولية إن شاء الله. اثنين، ممكن انك انت تشاوره في بعض الامور ليست جوهريه، ممكن تكون اعطيه شاوره واعطيه خيارات، خليه هو اللي يختار حتى يشوف ويحس بقيمته، ويحس انه هو عنده استقلاليته وعنده القرار اللي انت تهتم فيه وتاخذه بعين الاعتبار. بالاضافه الى انك دائما يعني تلقي السلام على الناس اللي من حولك، حتى هو يصير يتعلم منك هذا الشيء ويصير يلقي السلام، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام دائما وصانا كان يقول أفشوا السلام بينكم، وبالتالي هو لما يشوفك أنت دائما بتسلم على الآخرين هو راح يتصرف بنفس الطريقة. هذا طبعا على مستوى بعض السلوكيات وبعض الكلمات اللي أنت ممكن تستخدمهم حتى تنشئ عنده تربية إيجابية حسنة، وتحفزه دائما حتى يقوم بأفعال إيجابية. بالنسبة للسلوكيات دائما ممكن تصطحبه احيانا معك في الشارع، يشوف بعض السلوكيات اللي انت تقوم فيها بطريقه ايجابيه، كان تزيح مثلا الاذى عن الطريق، او اذا شفت القمامه ممكن تبعد القمامه وتحطها في مكانها المخصص. هذا الشيء بشكل اوتوماتيكي راح يطبق اللي انت بتعمله. دائما الطفل يعني بيقلد امه وابوه في الاعمال اللي بيقوموها. نحن عندنا مثل في سوريا بيقول طب تجرى على تمها بتطلع البنت لامها، وبالتالي هذا الشيء راح يخليه دائما يقلد هاي السلوكيات. تلاقي الطفله بتقلد امها والطفل بيقلد والده في كثير من الاحيان. وريه كيف انت محترم لا تحترم والديك، حسسه بقيمه احترام الوالدين واهميتها، لانه هذا الشيء مهم جدا. اوتوماتيكيا هو راح يصير يحترمك انت ووالدته، انت كأب وانت كأم. إذا هذا الشيء كمان راح يخلي السلوكيات هاي عنده تنزرع اوتوماتيكيا، لانه هو عم يشوفك انت عم تتصرف بهي الطريقه. كأب اليوم ورجيه الاحترام لأمه وحبها واعطيها قيمتها حتى هو يستمع إلى كلامها، ويكون في غيابك أيضا مطيع لها، وتقوم بتربيته الحسنة بالتربية الإيجابية اللي أنت بتحبها. إلى غير ذلك ممكن أنه أنت تعلمه الصلاة، تخليه يشوفك وأنت عم تصلي. هذا الشيء راح يخليه دائما يبحث على أنه هو يتعلم كيف يصلي، وبالتالي أيضا حاول أنه تتصدق أمامه، حاول أنه تعطف على المسكين أمامه، حاول دائما تعمل الخير أمامه حتى تحببه بفعل الخير. وبهذه الطريقة بتكون أنت بنيت عنده سلوكيات كثيرة جدا إيجابية، تشكل أخلاقيات، تشكل قناعات، تشكل أفكار عنده، تشكل سلوكيات، تشكل بالنهاية شخصيته اللي أنت تفتخر فيها إن شاء الله. بهذه الطريقة طبعا هذا غيظ من فيض. اليوم ما عندنا وقت نتكلم عن كل شيء، لكن هاي بعض الأساسيات البسيطة. إن شاء الله في حلقتنا الثانية اللي راح تكون عن التربية الإيجابية راح نتكلم عن بعض السلوكيات السلبية عند الطفل، مثل السرقة، مثل الكذب، مثل العناد، مثل عدم الرغبة في إنه يروح على المدرسة، عدم الرغبة بالاستيقاظ من النوم، أحيانا ما بيسمع كلام أمه. هاي السلوكيات السلبية راح نتكلم عنها ونشوف شو هي أسبابها وشو أعراضها، وكيف أنت اليوم كأب وأم ممكن تتخلص منها. هذا الشيء راح نشوفه في حلقتنا بكرة إن شاء الله. كونوا معنا وإلى اللقاء في الحلقة الجاية.